وهنيه على ادائه النهارده كابتن زيزو وكابتن هيثم. يعني الماتش اللي فات قالوا ان الزمالك محتاج ابراهيم صلاح يبقى فيه هاف ديفندر تاني في نص الملعب جنب نور السيد، والنهارده ابراهيم ادى بشكل كويس جدا في النواحي الدفاعيه. مبروك يا ابراهيم النهارده. الله يبارك فيك كابتن كريم، ازي حضرتك وكابتن زيزو وكابتن هيثم. الله يخليك يا ابراهيم، ازيك؟ الله يخليك يا ابراهيم. مبروك وهايل. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. الماتش النهارده كان فيه عنف شويه وفيه التحامات قويه ما بينكم وما بين فريق الداخليه. كان واضح من اول مباراه ان هم فريق بصراحه فريق محترم، معاهم جهاز محترم، عندهم 4 بونت، فكانوا يهمهم ان هم يوصلوا الاداء كويس. احنا طبعا هدفنا الاول والاخير هو المكسب والثلاثه بونت، بنلعب على المكسب، لكن المباراه ما مشيتش معانا في الشوط الاول زي ما احنا عارفين. الماتش اتعصب شويه، كمان محمد ابراهيم جه طرد، مش عارف انتوا شفتوها هي طرد ولا لا، بس احنا شايفينها فالجول صعبت علينا اكتر، لكن الحمد لله الشوط الثاني تداركنا كل الحاجات دي، قدرنا نمسك الكوره كتير وما زهقناش من كتر الباصات والحاجات دي لحد ما وصلنا لهدفنا اللي هو الجول، والحمد لله قدرنا نحافظ عليه وخدنا 3 بونت، وده المهم يعني. ابراهيم كنا بنشوفك بتسقط كتير مع محمود فتح الله وصلاح سليمان في الهجمات المرتده لفريق الداخليه. احنا كنا خايفين ان كله كان طاير، لو انت شفت كان بيلعب جناح مش بس يمين، ونزل كان سمير برضه بيلعب جناح ناحيه اليمين، كان عمر اما نزل وحازم، فكان كله بيهاجم، فكنا برضه احنا مأمنين ان احنا ما نبقاش كلنا بنجري ان احنا نجيب جون، وممكن نتخطف في واحده او ترد علينا هجمه ممكن تعمل علينا خطوره، فده كنا مأمنين بكده. ونور كمان كان بيزيد انا قدام صلاح وفكرنا كنت واقف والحمد لله يعني. ابراهيم والماتش شغال والنتيجه 0-0 وخلاص، يعني كان ناقص حوالي ربع ساعه والمباراه تنتهي قبل هدف حازم امام، ما قلقتش ان المباراه ممكن تنتهي بالتعادل السلبي 0-0؟ اللي خلاني ما اقلقش ان احنا كنا مسيطرين تقريبا كله، وان احنا بنلعب في نص الملعب الداخليه، يعني بتترد احنا بناخدها بنبدا نشتغل على الجون تاني، فما كنتش قلقان ان انا هجيب جون في اي وقت، حتى ممكن لحد 45 ممكن اقدر اجيب جون، وده اللي احنا كنا عايزينه، ان احنا ما يجيش فينا حاجه، فلكن نجيب في اي وقت من الاوقات، يعني في اي دقيقه ممكن نجيب، حتى في الوقت الضيق كان لنا فرصه ان احنا نجيبها نجيب، وده اللي احنا كنا بنلعب عليه، وما كنتش قلقان، لا كنت متوقع ومتاكد ان احنا هنقدر نجيب جون يعني الحمد لله. مبروك.